جسرين في محافظة المثنى بتمويل من القرض الياباني. بتمويل من القرض الياباني افتتحت محافظة المثنى جسري الهلال والمهدي بعد إنجازهما من قبل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات. الجسران اللذان يبلغ طولهما 190 مترا تم إنشاؤهما ضمن خطة الوزارة باستبدال الجسور العائمة بجسور كونكريتية حديثة. مشروع الهلال ومشروع جسر المهدي الذي أنجز اليوم، وهناك مشروع ثالث في شمال المدينة سينجز إن شاء الله في وقت قريب جدا. في هذه المناطق لأول مرة بتاريخ المحافظة يتم إنشاء هذا الجسر الكونكريتي. هناك كانت جسور عائمة، هذا حقيقة تمويلها من القرض الياباني. حكومة المثنى المحلية استثمرت المناسبة لمطالبة السفير الياباني الذي حضر حفل الافتتاح بفتح قنصلية لهم في المحافظة، وذلك لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. نأمل من الحكومة اليابانية أن تستمر في دعم محافظة المثنى، ونحن في الوقت الذي نقدم فيه شكرنا وتقديرنا لكل الجهود المبذولة من السفارة اليابانية ومن الحكومة اليابانية. قدمنا مقترح لفتح قنصلية يابانية في محافظة المثنى. كانت وما زال صديقا للعراق، وإننا عازمون على استمرار دعم الياباني للعراق. وكانت الحكومة اليابانية قد نفذت عشرات المشاريع في مجال الصحة والتعليم والخدمات في المثنى خلال تواجدها العسكري في المحافظة ضمن قوات التحالف الدولي بعد العام 2003. من المثنى كاظم سافر، السومرية. أعضاء في مجلس